اهلا بيكم في اول حلقه من حلقات برنامج مع جبل. ان شاء الله هنتكلم عن كل حاجه تخص الكوره المحليه والعالميه بره باذن الله. وطبعا انا منزل على القناه من فتره كده ان اول حلقه قريب والكلام دوت، بس الدنيا ما مشيتش مظبوط، وكان في وقت كده الواحد مش عارف يعمل فيه ايه بالظبط، والدنيا وقفت معاه. بس الحمد لله يعني قررت ان انا انزل اول حلقه النهارده كده اللي هو دلوقتي، بعد ماتش الاهلي والزمالك والجرعه الفرحه الزياده اللي الواحد خدها من مكسب الاهلي على الند التقليدي ليه والغريم التقليدي ليه ب 3-0. فحتى انا قمت قايم مصور الفيديو على طول، واعتقد انا مش هعمل برومو ولا هعمل اي حاجه، انا هنزل الفيديو زي ما هو كده على التشانل وخلاص بقى تمام. طبعا الكل كان مستني الماتش النهارده، والكل كان قاعد بقى، جايب العده بتاعته كلها بقى وقاعد مستني يتفرج على الماتش اهلي وزمالك بقى، وهتبقى الدنيا دمار. وده فعلا احنا كنا مستنيينه كلنا. بس لا، الزمالك ما جاش. فعلا والله الزمالك ما جاش يعني. الزمالك تقريبا ما عملش خطوره على الاهلي غير في كوره واحده بتاعت دونجا اللي شاطها في المقص والشناوي يتالق فيها وشالها تمام. غير كده انا ما شفتش الزمالك في كوره هجوميه تانية. الزمالك كان فقير جدا هجوميا، ما كانش عنده حلول. حتى المدرب بتاع الزمالك دار الماتش بشكل مش حلو خالص. حتى التغييرات بتاعته ما كانتش في محلها، طريقه لعبه ما كانتش كويسه. الاهلي الشوط الاول ما كانش حلو برضه زيه زي الزمالك. بس الشوط الثاني الاهلي لا، مارسيل كولر هو عارف هو عامل ايه. الشوط الثاني نازل عارف بادئ الشوط الثاني ازاي، عارف ايه اللي هيتم بالظبط معاه، وعمل كل حاجه وزياده وخد اللي عايزه وزياده من الماتش. واستغل كمان سوء التغييرات من مدرب الزمالك. غير كده دفاع الزمالك كان سيء جدا. لو بصينا لاول جون، اول جون حمدي فتحي استلم الكوره على صدره في قلب منطقه الجزاء وخدها على دماغه وراح مديها لكهربا بالدماغ. كهربا راح حيطها بالدماغ في الجون كل دوت، ومفيش حد من الزمالك دخل على حمدي فتحي ولا على كهربا تمام. الجون الاول. الجون الثاني برضو نفس الكلام، كوره بتترفع عرضيه تيجي لحمدي فتحي بتهرب منه بتخبط في رجل المدافع وتقوم راده لحمدي فتحي تخبط في رجله وتروح لمحمد شريف اللي بياخدها على طول في الجون بيمين وبيحطها في الجون. مفيش حد دخل برضو عليه. تقريبا كان عبد الغني هو اللي محمد شريف هرب منه تمام. والجون الثالث كمان نفس الحكايه. الجون الثالث اليو ديانج اللي رفع كوره من نص الملعب بتاعنا بتاع الاهلي اللي وداها الناحيه الثانيه لحمدي فتحي. حمدي فتحي جري عليها وعمل مجهود واستلمها قبل ضربه المرمى، وعداها من بين رجل عبد الغني برضو اللي عامل ماتش من اسوأ ماتشاته. مش هو لوحده، الزمالك عامه عامل ماتش من اسوأ ماتشاته. عدى الكوره من بين رجله وراح جاي مسلمها على علي معلول اللي جاب اريحيه تامه من غير ما حد يضغط عليه، وراح جاي رافع الكوره لمين؟ لمحمد شريف. محمد شريف راح واخدها بشماله المره دي، حطيتها في الجون حته الدين، حطها معلمه معلمه. كان هيقطع الشبكه طبعا. مفيش ولا جون غلطه عواد، كل اللي جون غلطه الدفاع. بس فعلا الزمالك ما جاش النهارده. الزمالك بيمر بواحده من اسوأ فتراته. المدرب بتاعه اخر فتره بيعك كتير قوي، وانا اتوقع ان ده اخر ماتش ليه كده خلاص شكرا، هيمشي وهنشوف بقى مدرب غيره. والاقرب هيكون رامون دياز اعتقد، اللي هو كان بيدرب الهلال عشان في مشاكل بينه وبين الهلال الفتره الاخيره وسوء مستوى وبتاع وكده. فممكن يكون هو في خط مفتوح بينه وبين الزمالك. انا بقول ممكن مش اكيد يعني، هو ممكن هو رامون دياز ده يكون من ضمن الاسامي المطروحه خلفا لمدرب الزمالك الحالي. بس كده. لكن الاهلي عمل ماتش حلو جدا فنيا، عمل ماتش تقيل جدا. خد اللي هو عايزه من الماتش. 3 بونت، 3 تجوان، اداء جامد. وكهربا خلاص يعني، عايز اقول لكم ان كهربا تقريبا رجع من الايقاف الماتش اللي فات زي ما كلكم عارفين. نزل خد يعني طلع الاهلي لنهائي الكاس قدام بيراميدز خلاص باسيستين وجون، ونزل الماتش دوت اللي هو السلام عليكم انا جاي اجيب جون وابوخ على مرتضى وابوخ على الزملكاويه وهمشي. انا مش قصدي حاجه طبعا للزملكاويه، احترامي التام ليهم، بس انا بقول على اللي بيعملوا اللي كهربا نزل عمله في الماتش ده شكرا. وجاب الجون وخرج. نزل شريف حط جونين كمان.
قفشه كان عامل برضو ماتش حلو، على قد ما هو كانش احسن حاجه بس كان ماتش حلو، كان ابتدى يعني كان في جمل بتتعمل وكان في شويه شغل بيتعملوا من قفشه. لعيبه الاهلي بلا استثناء كانت بتعمل شغل حلو، حتى اللعيبه الكتير اللي لعبت في غير مراكزها النهارده عملت شغل حلو جدا. انا شايف ان الماتش اللي كسب هو اللي استحق المكسب، يعني الاهلي كان يستحق المكسب والاهلي عمل اللي عليه وزياده، فيستحق ان هو يكسب الماتش. وكده الاهلي بقى صدارة الدوري، فرق 4 بونت عن فيوتشر، فرق 7 بونت عن بيراميدز، فرق 8 بونت عن الزمالك اللي في المركز الرابع دلوقتي. وهنشوف الايام اللي جايه ايه اللي هيحصل بقى عشان الزمالك يفوق. انا اعتقد ان المدرب هيمشي زي ما قلت وهيجي مكانه بنسبه كبيره جدا. انا ده تخمين ان اللي هيجي مكانه بنسبه كبيره ممكن يكون رامون دياز، المدرب اللي هو كان بيدرب الهلال، اللي هو لسه بيدربه لحد دلوقتي تقريبا، بس في مشاكل وسوء مستوى فممكن يمشي. بس كده. هارد لك للزملكاويه طبعا، والف الف مبروك للاهلاويه و... وبس. دي كده حلقه على السريع يعني، يا دوبك اللي هو انا قمت من على الماتش رحت جاي متكلم على اللي انا شفته في الماتش وخلاص. وان شاء الله يعني حلقات بقى تنزل باستمرار، حلقتين في الاسبوع او 3 ان شاء الله. هنتكلم زي ما قلت لكم عن كل حاجه في الكوره، سواء المحليه سواء العالميه، سواء اخبار سواء مطوشه سواء تغطيه للمطوشه واخبار الانتقالات وكل حاجه بتحصل. يا رب اكون ضيف خفيف على قلبكم في اليومين او الثلاثه اللي هاجي لكم فيهم في الاسبوع يعني، واطلع لكم وارخم عليكم شويه كده. يا رب اكون ضيف خفيف يعني واكون عند حسن ظنكم. بس كان معاكم اسلام ابو جبل في برنامج مع جبل. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جايه قريب قوي، وهيكون في مفاجآت كتير ان شاء الله الفتره الجايه. اشوفكم بخير.